السلام عليكم. تعالي بقى اقولك على قنبلة اسرار في الفيديو ده. هقولك ازاي الكيك بتاعك يتحول من اللون الغامق المحزن ده للون الفاتح الهش الجميل ده. هما الاتنين اصلا هشين، انما بتفرق في اللون. هقولك بقى ايه اللي بيفرق لون عن لون، وايه اللي بيخليها فاتحة وايه اللي بيخليها غامقة. وهقولك ازاي تظبطي مقدار اي صينية، ولا بقى تقعدي تذلي لحد وتقعدي تكتبي في الكومنتات للشيفات قوليلي مقاس صينية كام استخدم لها ايه. هتعرفيها في الفيديو ده. تابعي معايا الفيديو للاخر لانه كله تريكات حصرية. اول حاجة انا هعملها النهاردة باليوسفندي لانه مليان مية اكتر من البرتقال. هستخدم اربع يعني حبات من اليوسفندي. هستخدم منهم 2 بقشرهم و2 هقشرهم. طبعا انا قطعتهم كده، نصصتهم يعني ونضفتهم من البذر. همسكهم بقى وهقطعهم وهحطهم معايا في الخلاط، وعليهم معلقة من السكر علشان خاطر يتضربوا بيه. السكر لازم تحطي معلقة من السكر وهو بيتضرب علشان خاطر ما يكونش فيه اي نسبة مرارة تذكر. واضربيهم هنا بعد ما ضربتهم. خلاص بقى صفيهم طبعا. هنمسكهم نصفيهم علشان خاطر احنا حاطين 2 بقشرهم فما يخرزوش معايا في الكيك بتاعنا. وصفتهم طبعا. خلاص بقى كده اهو. تعالوا بقى نبدأ الكيك بتاعنا. اول حاجة معايا بقى 3 بيضات. انا دي المقاس الصينية اللي انا هعمل فيها، مقاس اللي هي الكبيرة يا جماعة، الصاج الكبير اللي هو 30 في 40 ده. فهم 3 بيضات، ما تكتريش في الكيك بيض اكتر من كده. وكيس من الفانيليا. عليهم بقى 1.5 كوباية من السكر. يعني كده كل كوباية دقيق عليها بضاية وعليها نص كوباية سكر. تمام كده. اديني بقولك اهو علشان تعرفي تظبطي مقدار اي صينية خلقها ربنا. معايا بقى العصير اليوسفندي اللي احنا عملناه وصفناه، شايفين طالع غني وطعمه خطير على فكرة. يعني شربنا منه شوية كان طعمه جميل جدا وما مررش ولا اي حاجة. معايا هنا ربع معلقة من الملح. الملح بيخلي الطعم جميل جدا. انا طبعا ما حطيتش اي مادة دهنية، هحطها دلوقتي. معايا يعني كوباية الا ربع كده، يعني هي كوباية الا معلقتين من الزيت. انزلي بيها بقى سرسوب من الغطا من فتحة الخلاط من فوق. التركة دي بتنعم معاكي القوام وبتفتحه وبتخلي الكيك يعني القوام بتاعه لافف كده وجميل. انزلي بقى في البولة بالخليط السائل. لو انت مبتدئه ولسه بادئه تعملي كيك، ما تبدايش بالجف الاول وعليه السائل، لا ابدأي بالسائل الاول وعليه الجاف. دي بتفرق انك بتعرفي تظبطي المقدار. يعني الدقيق، اول كوبايه دقيق نزلت معاكم نخلتها، وادي تاني كوباية دقيق برضو نخلتها، كلها بمج المعياري الواحد يا جماعة اللي هو موجود في اي بيت ده. اللي هتستخدمي كوباية هي اللي تمشي بيها في المقادير كلها ايا كان المقياس بتاعها او المقدار بتاعها. وادي تالت كوباية معايا. اذا انا خدت 3 كوبايات من الدقيق ونخلتهم. هنزل عليهم ب يعني معلقتين او 3 معالق من النشا. كل كوباية دقيق عليها معلقة من النشا. وابتدي بقى انخليهم برضو. النشا بيفتح معايا الكيك، بيخليه ما بيفرولش مني. ومعايا البطل النهاردة هو الكيك شيف. سر ارتفاع الكيك واللون الفاتح في الكيك شيف. اوعي تستخدمي بيكنج باودر. وهقولك الكيكة الاولانية اللي انا عملتها، انا عاملة صينيتين. كنت عاملاها ما عنديش غير كيس كيك شيف واحد وعملتها بالبيكنج باودر. وهقولك هوريك النتيجة بتاعتها في الاخر.
شايفين القوام ما شاء الله لافف وجميل. استني بقى علشان في تركات هقولك عليها جاية. معايا هنا بقى معلقة من الخل، حطيها في الاخر. الخل بيمنع الاكسدة، الخل بيمنع الزفارة، الخل بيخلي القوام فاتح وهش وارتفاعها شاهق جدا. شايفين فوائد الخل وما بتأثرش في الطعم، حطيها في الاخر. شايفين قلبي في يعني اتجاه واحد. دي القالب اللي انا قلت لكم عليه، بطنته بدقيق وزيت، وهتدخل على فرن يعني مسخنه انا من قبلها ب10 دقايق على الرف الاوسط على درجة حرارة 180. حطي في عصاجة الفرن صينية فيها مية علشان خاطر تحافظ لك على الكيك. قعدت بالظبط ساعة الا ربع وخرجت معايا. واختبريها بخلة اسنان او سكينة في النص، لو طلعت معاكي نظيفة وما فيهاش حاجة تبقى استوت. ملحوظة هامة جدا، بلاش بعد ما الكيك يستوي تروحي مستعجلة عليه ومخرجاه من الفرن، لا سيبيه قيمة 5 دقايق بعد ما تطفي الفرن علشان خاطر ما ياخدش صدمة لما يخرج بره للهواء ويهبط منك. اعتقد ان انا حلت لكم كل مشاكل الكيك وتسويته والمقدار بتاعه. خلاص بقى انتي اعرفي كده مقدار اي صينية. صينية مقاس 28 تاخد 2.5 كوباية دقيق، صينية مقاس 22 تاخد 2 كوباية دقيق. اديني وطبعا عرفنا خلاص كوباية الدقيق بتاخد بيض ايه ولبن ايه او مادة سايلة ايه يعني. شايفين ما شاء الله من غير فراغات، هشة وجميلة ولونها يجنن. بس هنا الإضاءة كان يعني مفيش نور أصلا، فشايفين أصلا دي على الإضاءة الخارجية ما شاء الله. هقولك بقى، شايفة ما شاء الله والقعر بتاعها لا لازق ولا أي حاجة، وتحفة وتجنن. قطعيها كده خرط كبيرة، وبعد كده الخرط دي تقطعيها يعني مستطيلات كده. بس أنا كان عندي ضيوف ساعتها يعني وعايزة اخرج لهم، فعنديش وقت بصراحة اكمل التصوير فيها. الكيكة بقى التانية دي اللي انا عاملاها معاكم دي والله العظيم نفس المقدار ونفس الصينية كمان، لكن يعني الشكل بتاعها مختلف. دي قالب يعني مستطيل، ودي مدورة. خلي بالكم اللي طلعها غامقه كده هو استخدام ايه؟ البيكنج باودر. البيكنج باودر مصيبه سودا في الكيك يا جماعه، بيأكسدوا وبيغمقوا. فخلاص كده ما تستخدميش غير الكيك شيف. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. وبالله عليكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو مش مشتركه، لان انا الفيديوهات عندي بتتظلم جدا وما بتدوش الفيديو حقه يعني. بألف هنا وشفا على قلوبكم، وأشوفكم على خير في وصفة جديدة، والسلام عليكم.